دفنوا طفلة حية بعد ما قتلوا مامتها وذبحوها وحرقوا جثتها. بطلة قصتنا شيطانة من نوع فريد على صورة ست اسمها منال، دي اللي اتعمل لها مخصوص الجملة الشهيرة بتاعت كيد النسا وإن كيدهن عظيم. الجريمة اللي هنتكلم عنها النهاردة دي واحدة من أبشع الجرائم اللي حصلت في منطقة البحيرة، وسببها كان الغيرة. لو عايزين تعرفوا إيه اللي حصل للطفلة دي ولمامتها اتفرجوا على الحلقة دي كاملة، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تدعموني وعشان تشوفوا كل اللي جاي. أنا رامز عادل وده المغبعنجي. حكايتنا بدأت من 6 سنين بالظبط مع منال في محافظة البحيرة، اللي كانت متجوزة من هيه سين اللي كان عمره في الوقت ده حوالي 80 سنة تقريبا، وهي كان عندها 45 سنة. في فرق كبير جدا ما بينهم في السن، بس برغم الفرق ده إلا إنه قرر يجيب لها ضرة وقال لها إنه هيتجوز عليها واحدة تانية بس عرفي اسمها إيمان وعندها 27 سنة، وقال لها إن هي هتدلعه وكان مبسوط قوي. وهنا ما اعترضتش الزوجة، بالعكس دي كان جواها بركان بس ما نطقتش. واتفق هيه سين مع إيمان إنها تجيله كل 3 أيام في الأسبوع أو كل 3 أيام مرة على حسب الاتفاق اللي كان بيتم ما بينه وما بين زوجته الأولى منال. وقال لها انت هتعيشي معايا مقابل ان اصرف عليك انت وبنتك من طليقك. بس في يوم من الأيام يشاء القدر وإن إيمان رايحاله يحصل لها ظروف بسبب مرض بنتها وتتأخر لبالليل قوي. وهنا استغلت الزوجة الأولى اللي هي منال غياب ضرتها بترحاب وسعادة، وبدأت تنكش في الراجل وبدأت تمارس مهام الشيطان، وفضلت توسوس في ودان جوزها العجوز وتقول له انت عارف هي اتأخرت ليه؟ مش عشان بنتها تعبانة ولا حاجة، لأنها عارفة كويس انه ما بيقدرش يقوم بواجباته الزوجية على أكمل وجه. لحد ما غرزت الشك في عقله ودخلت جواه وقالت له ان إيمان على علاقة براجل تاني، عشان كده بتتأخر عليك في المواعيد اللي انت قايل لها عليها، وانها شافتها اكتر من مرة واقفة معاه في شوارع القرية في حتة مدارية. وقالت له انها ما كانتش عايزة تقول له ولا كانت حابة تقول له، لانها كانت خايفة عليه وعارفة انه لو عرف هيبقى عايز يقتلها عشان يغسل شرفه، وانها عارفة انه راجل ودمه حامي، وكانت خايفة انها تقول له، وانها عارفة ان هو مش هيستحمل. وقالت له كمان انها مش قادرة ما تقولوش دلوقتي لان الموضوع زاد عن حده قوي، ولان شرفه من شرفها، وبما ان شرفه اتحط في الوحل فهي كمان شرفها بقى في الوحل. وفضلت منال تزرع الكراهية والشك في قلبه وعقله من ناحية إيمان مراته التانية، لحد ما في يوم جت إيمان وهي فرحانة جدا وقالت له أنا حامل منك، عشان تبدأ الزوجة الأولى منال في تشكيك الزوج أكتر وأكتر إن ده مش ابنه، وإن اللي في بطنها ده ابن الراجل اللي بتخونه معاها اللي كانت قالت له عليه في الأول. لحد ما خلت الشيطان دخل جواه وابتدوا في رسم مخطط جريمتهم البشعة. وفي يوم استنى الراجل العجوز حضور إيمان زوجته التانية لحد ما جات البيت واستقبلها بابتسامة كبيرة جدا، وبعد كده طلب منها الدخول لأوضة نومهم عشان ينبسطوا شوية مع بعض، وقال لمراته التانية تحضر لهم أكل عشان يقعد معها براحته. وبعدها دخلت مراته التانية وجابت سكينة من جوه واديتها له، ودخلوا عليها وهي نايمة ومش مدية أي إخوانة، وبدم بارد راح ضاربها بعدة طعنات لحد ما فقدت كل قوتها. وما سكتوش لحد هنا، دول قاموا بذبحها وحرق جثتها عشان ما يطلع لهاش أي ريحة، ودفنوها كمان جنب بيتهم. تفتكروا الشيطانة منال غيرتها هديت لحد كده؟ لا خالص، دي بسرعة كمان راحت جابت بنت إيمان الطفلة الصغيرة اللي كانت لسه يدوبك عندها 3 سنين، وراحت رمياها جوه الحفرة اللي بيحفروها عشان يدفنوا فيها إيمان اللي هم ذبحوها وحرقوها. وفضلوا يحطوا الرملة على البنت اللي كانت بتصرخ وتتوسل ليهم وما كانتش فاهمة أي حاجة، يا دوبك طفلة بتعرف بس تعيط. متهيالي دي حاجة في قمة البشاعة، الشيطان نفسه قلبه ما يجيبوش إنه يعمل كده في طفلة بريئة زي دي. وبعد كده مرت عدة شهور على الجريمة دي ومحدش اكتشف الجريمة، لأن الزوج كان متجوزها عرفي وتقريبا محدش يعرف غير مراته
و2 شهود واللي كانوا من بره القرية أصلا. ومراته أكيد مش هتقول حاجة لأن هي شريكته الأولى في الجريمة، فكانوا مطمنين جدا. بس كمان عشان يطمنوا أكتر وأكتر قرروا إن هم هيمشوا من المركز اللي هم فيه، من مركز بدر بمحافظة البحيرة، لقريتهم الأولانية اللي كانت بكفر كوم حمادة. بس هناك أول ما وصلوا اكتشفوا إن في شخص كان شاهد على جريمتهم البشعة، والشخص ده هي بنتهم منى اللي كان عندها 19 سنة في الوقت ده. وقالت لهم أنا شفتكوا وانتوا بتقتلوا إيمان وبتذبحوها وبتحرقوها وبتدفنوا كمان الطفلة الصغيرة معاها. وبعد كده خافوا جدا منها، ومنى قالت في التحقيقات بعد كده إنها شافت البنت الصغيرة وهي بتستغيث، بس كانت خايفة تنقذها، والبنت الصغيرة كانت عمالة تقول سيبوني ودوني لماما أنا ما عملتش حاجة. ومنى كانت بتحكي كل ده وقلبها بيتقطع على الطفلة الصغيرة، وقالت إنها مستحيل إن ده يكون أبوها وأمها، لأنها شافت ناس بصورة شياطين. وأبوها وأمها أول ما عرفوا إن بنتهم شافت الجريمة حبسوها في البيت لمدة 4 شهور، وكانوا رافضين إن هم ينزلوها تماما، لحد ما البنت أكدت لهم وقالت لهم أنا أكيد مش هعترف على أبويا وأمي وأدمر مستقبلي، لحد ما اقتنعوا بالكلام وسمحوا لها بعد 4 شهور بالخروج من البيت. بس أول ما خرجت جريت على طول على اسم شرطة بدر، وكشفت تفاصيل الجريمة كاملة، واعترفت على أبوها وأمها بكل التفاصيل اللي شافتها بالظبط، واتقبض على أبوها وأمها واعترفوا بارتكاب الجريمة كلها. وأكد العجوز هيسين إنه اتجوز إيمان عرفي قبل الحادثة بفترة قصيرة، وبعد طلاقها على طول من جوزها الأولاني. وأكد وقال إن إيمان كان بتتردد عليه في المنزل بقرية الخرطوم كل 3 أيام مرة، وقال إنه كان بيحبها قوي، بس زوجته منال هي اللي قعدت توسوس في ودانه وقعدت تدخل الشك ما بينهم، لحد ما قالت له إن حمل الزوجة إيمان مش منه. عشان كده قرر الانتقام لشرفه، وقال لهم إنه غلطان لأنه كان لازم يتأكد من كل اللي اتقال. ووقتها طبعا ده ما فاتش، وتم إحالة المتهمين لمحكمة جنايات دمنهور اللي أصدرت حكمها بسرعة جدا بالإعدام شنقا للزوج والزوجة، عشان يتقفل الباب للقضية دي للأبد، عشان تفضل القضية دي من أكتر القضايا الإنسانية المرعبة اللي حصلت، واللي بعد كده انتشرت قوي في البحيرة، خصوصا بعد ما انتشر صورة للطفلة بعد ما طلعوا جثتها من تحت الأرض، وشافوا مدى البشاعة اللي عملوها الأب والأم دول. وبنتهم بعد كده اتأثرت نفسيا بشكل كبير جدا، لدرجة إنها ما قدرتش تعيش في البحيرة مرة تانية، وسابت البلد ومحدش عرف هي راحت فين. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تدعموني وعشان يجيلكوا كل جديد. وشكرا طبعا لكل اللي دعمني الفترة اللي فاتت. لو عايزين تتفرجوا على باقي الحلقات هتلاقوا اللينك فوق دلوقتي لو انتوا بتتفرجوا على اليوتيوب، ولو انتوا بتتفرجوا على اي منصة تانية هتلاقوا اللينك في اول كومنت تحت الفيديو. وما تنسوش تتابعوا حساباتي اللي موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو. اشوفكم بخير. انا رامز عادل وده المغبى عنجي.